طبخة وشنطة مع هبة. يا رب تكون قناة خفيفة على قلوبكم. النهاردة هنعمل شنطة على قد موبايل كروس. محدش ينسى يا جماعة يعمل لقناة اشتراك ولايك ويفعل زر الجرس. كل اللي احنا محتاجينه خيط مكرمية وحتة قماشة نبطن بيها الشنطة وإبرة مقاس 4.5 ومقص، وأهم حاجة كوباية الشاي اللي هتعدل دماغنا. هنبتدي مع بعض الشنطة بسم الله. هنعمل سلسلة على قد عرض الموبايل، وكل شوية هنقيس. احنا دي شنطة بنعملها لينا، فالموبايل معانا بنقيس على قد الموبايل بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده. هوسع لنفسي واحط اللي انا اشتغلته واجيب الموبايل اقيس عليه هو بالظبط. فانا هزود سلسلتين، ادي لنفسي وسع وبراح كده. تمام. نبني الدور التاني. هنسحب الخيط وناخد الغرزتين، نسحب الخيط وناخد الغرزتين لحد ما نخلص لغاية اخر السطر. هقول لكم هنعمل ايه. اهم حاجة ما نفوتش غرزة، ما نفوتش غرزة لاخر الخيط. احنا كده خلصنا السطر الاولاني. هناخد سلسلة عشان خاطر الشنطة ما تبرمش من الجنب على طول او تعمل بومبيه على طول، ونبتدي نبني الدور التاني على الغرز اللي عندنا. ما نفوتش غرزة، ما ننساش، ونشتغل على مهلنا. استنوا ما اشرب شاي اعدل دماغي بقى معاكم شوية. نكمل شغل لاخر برضو السطر. هكمل وهاجي عند الملف كده. انا اشتغلت دورين، برضو هاخد سلسلة اوسع لنفسي. انا عايزة الشنطة تبقى برضو فيها براح وانا بحط الموبايل في قلبها. برضو همسك غرزة غرزة اشتغل عليها. هكمل بقية السطر. هنيجي هنا في اخر السطر التالت مش هنزود، هنشتغل بقى على طول. هنشتغل على الغرز على طول، على كل غرزة على طول، مش هنزود ولا هننقص اي سلاسل. ابتدت تاخد شكل المومبي معانا. هنكمل لغاية اخر السطر وهكذا. مش هنزود زي ما اتفقنا من الجناب اي حاجة، هنمسك غرزة غرزة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما ننساش ذكر الله والصلاة على النبي يا جماعة. تمام كده. انا هعمل الشنطة دي بسوستة ان انا احط فيها فلوس. انا لسه هكمل لغاية طول الموبايل. تمام. انا بقيس دلوقتي، بس هعمل الشنطة دي بسوستة منفصلة عن مكان الموبايل اقدر احط فيه اي فلوس. فهوريكم ازاي هعمل مكان للسوستة. انا دلوقتي كنت شغالة على الغرز. انا مش هدخل في اي غرزة، انا هشتغل سلسلة منفردة. اكمل سلسلة وهوريكم هعمل ايه بعدها. خلاص انا عملت السلسلة على قد العرض الشنطة اللي انا عاملاها. هقوم دخلاها في اخر غرزة في الجنب. تمام. وابتدي برضو ابني غرز وافضل ماشية زي ما انا الشنطة دي بغرزة واحدة، ما شكلتش غرز ولا استخدمت اي اشكال غرز تانية. تمام.
انا وصلت كده، وهاجي على السلسله ابتدي ابني عليها عادي جدا. كده فتحه السوسته بتاعت الفلوس جاهزالي. برضو ادخل الابره في الغرزه واشد الخيط واخد الغرزتين، وهكذا. اللي وصل معايا لغايه دلوقتي محدش ينسى يعمل لقناه اشتراك ولايك ويفعل زر الجرس. وكل سنه وانتوا طيبين. هنكمل الفيديو للاخر مع بعض، وهوريكم النتيجة في الآخر، إن شاء الله تنول إعجابكم. كلها غرزة واحدة، الشنطة كلها غرزة واحدة. أنا كده ما شاء الله خلصتها أهي على قد الموبايل. أنا مش هقص الخيط، لأ، أنا بقى هعمل دراع الشنطة منه فيه على طول، مش هعمله دراع منفصل. هقوم بانية سلسلة. الشنطة دي عشان يا دوبك على قد موبايل وفلوس قليلة، فبتبقى خفيفة، فمش محتاجة ان انا اعمل دراع شنطة عريض. فانا بستكفى بسلسلة، الخيط ده تخين فبالتالي بيبني معايا. انا عملت كده سلسلة اللي هو دراع الشنطة، هعمله بحاجة اسمها غرزة منزلقة من الجنب. تمام. هاجي بقى من جوه بقية الخيط اللي من الدراع هحاول ادخله ما بين الغرز كده. هو ده عشان طبعا في الياف صناعية زي البلاستيك شوية، لو حرقتيه بيلزق زي البلاستيك. انا كده شنطتي جاهزة اهو على قد الموبايل. نبطنها مع بعض. اي قماشة عندك، اي حتة قماشة عندك باقية، هدوم قديمة، من اي حاجة، هنقفلها على قد الشنطة ونقلبها بعد ما خيطناها وجهزناها. وهنقلب الشنطة بتاعتنا على ظهرها اللي احنا اشتغلناها، ونلبس البطانة زي كيس المخدة، ونيجي من تحت نخيطها ونثبتها كويس جدا، عشان ده الفاصل اللي هيبقى ما بين الفلوس والموبايل. تمام. وهاجي من فوق اخيط حرف البطانة في حرف الشنطة. خلصناها كده اهي جاهزة. نركب السوستة مع بعض. انا عملتها سوستة بيضة لان التطريز او ال هطرزها بشغل ابيض، فحبيت السوستة تبقى نفس لون التزيين اللي هزين بيه الشنطة. كده انا خلصت السوستة. هعمل قلاب بسكوتش، يا دوبك هما 3 غرز. انا بسيب على قد الشنطة من الجنب هنا ومن الجنب هنا، ومن النص بالظبط بعمل ارتفاع القلاب بتاع الشنطة، ارتفاع صغير مش عريض قوي. خلصته. تمام. هركب بقى السكوتش بتاع الكوتشيات العادي خالص، برضو انا عملته ابيض. انا كده خلصت الشنطة. يلا نزينها مع بعض. يا رب تكون عجبتكم، وكل سنة وانتم طيبين.